أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا المرشحين النهائيين لجائزة ذا بيست الخاصة بأفضل مدرب في العالم لعام 2022. وقال الفيفا عبر موقعه الرسمي إن الثلاثي كارلو أنشيلوتي ريال مدريد وجوارديولا مانشستر سيتي إضافة إلى يونيل سكالوني الأرجنتي يتنافس على التتويج بالجائزة، وسيتم حسم الفائز بالجائزة عما قدمه في الفترة ما بين يوم 8 أغسطس آب من عام 2021 وحتى 18 ديسمبر كانون الأول من عام 2022، على أن يتم إعلان الفائز في حفل خاص بالعاصمة الفرنسية باريس يوم 27 فبراير شباط الجاري. وتوج أنشيلوتي مع ريال مدريد بألقاب دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني والسوبر الإسباني والسوبر الأوروبي. أما جوارديولا فحصد مع مانشستر سيتي اللقب الرابع في البريمير ليج خلال آخر 5 مواسم، في الوقت الذي قاد فيه سكالوني الأرجنتين للتتويج بلقب كأس العالم 2022. واستبعد الفيفا وليد الكراكي مدرب المغرب من القائمة النهائي رغم تواجده في القائمة المبدئي، خاصة أنه صنع إنجازا استثنائيا مع أسود الأطلس ببلوغ المربع الذهبي لمونديال قطر